مقابل 0. أي كرة أي الشاب المكير محمد أمين بن حميدة أمام على شوط المباراة. جول جول يسارية ذهبية. جناح أيمن بهذه الخصال. شوف الفنيات، شوف المهارات، معزوفة غير مألوفة. الامتلاك للملعب التونسي، البقلاوي يرفع من النسق ويبحث عن المباغتة، كرة خطيرة للملعب التونسي. جول 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 جول. ومن غيره في هذا اللقاء يتمكن البقلاوة من مباغتة النجم الرياضي الساحلي الصادق قديدة يا سادة. على السعفي نفذ كرة طويلة، هدف التعادل، هدف ممتاز جدا. الفونتاج من حكم المباراة، توصل الكرة على الجهة اليسرى من الكنترول، فنيات كبيرة لخليل العياري. خليل شوف الفنيات، شوف المهارات، معزوف. بالنسبة للنادي الأهلي هل يكون في أسماء أخرى جديدة بالنسبة للأهلي؟ هل كوكا واحد منهم؟ انطلاق على طول، تاني محاولة تصويبة خطيرة، سلام الشناوي والهدف. الهدف الأول لصالح الملعب التونسي، يسجل الملعب التونسي أول هدف اللقاء في مرمى الشناوي في الدقيقة الثانية بالوقت المحتسب كبديل الوقت الضايع على شوط المباراة الثاني. شوفوا خليل جدا ممتازة للغاية من خليل العياري، أحسن من لاعبية الملعب التونسي العياري. وترجع لفريق الملعب التونسي دقيقة في الوقت البديل من حوار الترجي، ولا كما قلنا يعني بداية موسم، وكما صرح ماهر الكنزاري الترجي. الكرة في العمق خطيرة اليسار، الانطلاقة وفرصة الثاني. جول الثاني، هدفين مقابل 0. شفنا الدور بتاع اللاعب وائل الورجمني لما خرج، وشفنا ايضا تحولات ممتازة جدا بالنسبة للاعب الموهوب اللاعب خليل العياري. أكيد يسعى لتسجيل الهدف الثاني للاقتراب أكثر من كوكبة الطليعة، وذي كرة لناصف العتوي في لقطة طريفة. خليل العياري السعفي لما سنداوي حذر خليل العياري، التسديد. الخط الخلفي ترجع لصالح فريق نادي الملعب التونسي. هاتوا خد السريعة، دايما تحرك ممتاز من الخميسي وقزمير، لاعب الخميسي. خطير العياري، عياري يجري كرة لخلفه، الهدي خلفه، يلعب الروتري والحارس يتدخل في مناسبة أولى. عياري داخل منطقة الجزاء، خليل يسقط. يعني تعود إلى مباراة جوليبا المالي في دوري أبطال أفريقيا. تسويباش على طول لصالح فريق نادي ملعب التونسي، الهجمة المرتدة، المحاولات دايما عن طريق اللاعب قزمير واللاعب الخميسي، الثلث الأمامي قزمير والخميسي اللي بيحاولوا يلعبوا على الرباعي الدفاعي بالنسبة للأهلي. محاولة انطلاقة عرضية، يضغط تاني 1-2، شوف 2 لعيبة ضغطوا من الأهلي بيحاولوا يخلوا الراجل هو اللي يطلع الكرة، وادي على طول طاهر محمد يفتح الزاوية باش يوزع الكرة اللي يصوب، ممتازة جدا. أو اللاعب خليل العياري أوامر التونسي يبحث على التحولات السريعة، كرة عن طريق خليل العياري. اليسارية، العياري الموهوب، الشاب الموهوب، عياري من مخالفة مباشرة ومن الكرة ثابتة، التنفيذ والحارس. ممتازة الكرة، أمامكم الريبلاي، خليل العياري بوم. ولكن الكرة في الأخير تروح على طول إلى الخط الخلفي لصالح الملعب التونسي، محاولة التسديدة لكن على يسار. يختار الكرة الأرضية العياري، التسويق في كرة في دار الدفاع خطيرة العملية للبقلاوي، التسويق أمامكم العملية، أخطر كرة لخليل العياري، صوب ولكن منتصف. محاولة الطرف الأيمن، مساحات يترك فيها الاتحاد المنستيري، تسديدة قوية خطيرة. البنزرتي في مرة أولى في رأس العكرمي وخطأ، وهذه كرة خطيرة للملعب التونسي. يحاول يمر خليل، التسديد والتصدي. أمامية كرة عالية طويلة ملعوبة 4-0 عطفا على أداء ممتاز بالنسبة للأهلي، عطفا
احمد سليمان يتصدى، لعبت الركنيه والكره للجهه اليمنى. كره امير الجوادي يلعب الكره مع خليل العياري. خليل الوانتو ممتازه، تم الاسباس والمساحه خطيره. المخالفه خليل العياري على مستوى التنفيذ، يلعب الكره انس الخرداني بالبوكس يتدخل. داو يلعب الكرة متاو مع خليل العياري، عرضية، البحث عن راسية والمتابعة والكرة. خليل العياري الصعود كل ملاعبية الملعب التونسي، التوزيع على مستوى القائم الثاني، خطيرة الكرة، خطيرة الفرصة الأخيرة للملعب التونسي، يعني كرة أورا من إيد معروس على مستوى إمكانيات فنية ممتازة. هذه الكرة وادي الخطا على طول والركله الحره مباشره، واللاعب خليل العياري ده موهبه ممتازه جدا بيتكلموا عنه طبعا، ولد من مواليد 2006 2007. لاعب خليل العياري رقم 10 اللي شارك ده في التايم الثاني، واحد من المواهب الممتازه اللي موجوده مع الملعب التونسي مع تشكيله نادي الملعب التونسي. لاعب خليل العياري اللي بيشارك في التايم الثاني.